التونة باستا سلad لكان من الأكلات اللي مميزة جدا. بحبوا يعملوا ريجيم، بتقدروا تتبعوا هالوصفة، وإذا بدكم إياها ليكوا قد ايه بتشهي وقد ايه غنية وقد ايه عن جد مفيدة. رح تحبوها كتير، ووصفة سريعة. إذا بدكم المقادير وتشوفوا طريقة كيف عملتها أنا، تابعوني بالفيديو من الأول للآخر. أول شي رح بلش أعمل الصوص. عندي هذا البريق بدي أحط بقلبه مايونيز، ملعقتين كبار يعني كأنه 3 ملاعق من المايونيز. رح ضيف لهم عصير نص حامضة، طبعا بدي اخلط. هي اهم شيء تكون الصوص طيبة. رح ضيف لهم شوي من بلاك بيبر، البهار الاسود، تقريبا نص ملعقة صغيرة. نرجع كمان بنخلطهم. وهلا بدي احط لهم ربع كوب تقريبا من زيت الزيتون. نتأكد انه كل الصوص صارت هيك، حصلنا على هيدي الصوص الكريمي. واكيد ما بننسى رشة الملح، بنجرب ما بنكتر كتير، لانه نحن حنرجع نرش على الخلطة شوية ملح. انا رح احط لها شوي صغيرة بس من الملح واخلطهم معهم. شفتوا هالصوص غير شكل. هلا بنخليها على جنب، وبنجي لوقت بدي طبق الصوص السلاد كلها سوا. عندي هون الخس، طبعا الخس على ذوقكم قد ما انتم بدكم الكميه. انا كترتهم لانه بصراحه اولادي عازمين اصحابهم وبحبوا كتير وصفه الباستا، التونه باستا اللي انا بعملها. هلا اكيد عندي التونه انا صفيتهم من الزيت، وهلا بدي اضيفهم فوقهم. بدي احط لهم علبتين من التونه. يعني كلكم بتعرفوا قديش فوائد التونه مهمه، واكيد مع الخس. هلا في ناس بتحط لها كمان خيار. انا الخيار والبندوره، اصلا بندوره ما بحبها وانتم كلكم صرتوا تعرفوني، بس الخيار والبندوره بيعطوا شوي زنخه. ما بعرف اذا حدا ملاحظ معي انه الخيار بس تحطوها مع التونه بتزنخ شوي. اذا بتوافقوني الراي حطوا لي بالتعليقات. وهلا بدنا نحط الباستا. هلا قبل ما نضيف الباستا عليهم، عندي كاسه من الذره الكورن، راح ضيفها فوقهم. عندي بصلة صغيرة قطعتها بجوانح بهالشكل، كمان رح ضيفها. وهلأ بدي ضيف الباستا. طبعا سلقت الباستا. هيدي الفرفلة طيبة بالسلاد. الكمية انتو بتتحكموا فيها اكيد على ذوقكم. وقبل ما اخلط مزبوط، في عندي بعد اضافة. انا بحب احط لها برش حامضة، شقفة من الحامض، ببرشها فوقها. ما تتخيلوا النكهة اللي بتعطيها شو طيبة.
واكيد بننتبه انه ما بنوصل للبياض كتير، لانه نحن ما بدنا يعطيها مرورة، بدنا يعطيها نكهة السيترون الحامض الطيبة. هالقد ايه بكفي. نتأكد انه نزلوا كلهم، لانه هول اللي بدنا اياهم، اللي بيعطوا هيك الريحة الحلوة، الطعم الحلوة، الافتر تيست اللي بتحسوها انتوا عم تاكلوا السلاد. هيك تقريبا صرنا خالصين. يم، شوفوا ملا خلطة تونة باستا سلد كتير سهلة وسريعة، وشي عن جد طيب ومحرز انه تعملوا عزيمة عليه. هيك صارت وصفتنا جاهزة، بدنا نسكب اكيد لندوقها. ليكوا هالمنظر، وما فيني اخبركم الريحة قد ايه بتشق القلب. طبعا من بعد ما حطيت الزست تبع الحامض. للتقديم طبعا هلا بنضيف الصوص اللي حضرناها، بنحطها فوقها وبنخلطها اكيد. انتوا على ذوقكم بتحطوا قد ما بدكم صوص. ليكوا كيف بنقدمها، بنرش شوي صغيره من السمسم المحمص على الوجه، وهيك رح نزينها بكم حبه جوز. قد ايه هالصحن صار صحي، قد ايه حتكون هالوصفه طيبه. شو رايكم؟ وما تنسوا اكيد، ما تنسوني دايما سبسكرايب، وباصبعكم بنحط لايك. وهلا صار وقت ندوق. يم، الصوص كتير طيبه عن جد. شو هالطعمه. لكن اذا عجبتكم هالوصفه ما تنسوني سبسكرايب لايك وشير، واكيد سوشيال كيتشن.